بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركزوا معايا يا جماعة. احنا بنخاف دايما على عقولنا وبنخاف على بيوتنا وبنخاف على عيالنا على طول من المال الحرام ومن الفلوس الحرام يعني، وبنحاول ان احنا نبعد اهلنا وكل ما نعوله من الحرام، نبعدهم عن الحرام على قد ما نقدر. ولكن يعني هل فكرنا في يوم من الايام ان احنا نخاف على عقولنا من الافكار المسمومة؟ قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. ولكن يعني إيه نأخذها كقول لبعض العلماء قال إن الفتنة أشد من القتل، بمعنى إنك تضيع دينك وفكرك أخطر بكتير من إنك تضيع حياتك. عشان نعرف إزاي نحمي أغلى ما نملك، يا ريت تركز معايا في الفيديو ده. العقل ده يا جماعة عامل زي السفنج. لو حطيته في مية نظيفة، السفنجة ديت هتشربها، اللي هو عقلك، طول ما انت حطيته في مية نظيفة. ولو حطيتها في مية انا اسف وسخة، هتشربها برضو. المشكلة بقى ان الاسفنجة ديت مش بتعرف تطلع من اللي شربته بمجرد النفخ فيها مثلا، لا، ده لازم عصر ووجع قلب كمان. لازم عصر كده وعصر جامد ووجع جامد عشان يطلع. فبلاش يا أخي تغطس عقلك في كلام الفلاسفة والمشككين والملحدين والمنكرين وأي باطل وتقول أنا عارف الصح. لا، لأن وخلق الإنسان ضعيفا. جاءت في التفسير أن الإنسان ضعيف أمام الشهوات. فما تروحش للشهوة أو ما تروحش للشبهة أو ما تروحش لهذه الأشياء وأنت أصلا ضعيف. وانت انا اسف لا تفقه اصلا احكام الطهاره، ازاي تطهر نفسك. فانت ما تقوليش، عشان بس ما نروحش بعيد، يعني كلام الفلاسفه والمشككين والنصارى واليهود والمناظرات كل هذا بلاش منه، لان التكرار بيخلي العقل يألف الغلط. ومين عارف ممكن حد يقول شبهة فالرد بتاعها ما يجيش معاك، فخلاص الشبهة دي اتلزقت فيك مش هتطلع منك تاني خلاص. فيعني زي ما اقولك ان العقل ممكن يألف الغلط وهو مش حاسس. الفلاسفة يا جماعة و... الفلاسفة والآراء البعيدة عن الوحي عاملة زي الحبل المتشابك، كل ما تشد طرف تلاقي نفسك غرقان في شك جديد. فخلي بالك الإنسان ممكن ينحرف فكريا والله وهو مش حاسس ومفكر نفسه صح. زي المسافر اللي بينحرف عن الطريق سنتيمتر واحد في البداية، بس في النهاية بيلاقي نفسه يعني فاهم بره القبلة اللي هو كان ماشي فيها خالص. فتحذير يا جماعة، تحذير يا جماعة من خلطاء الباطل. لو قعدت مع حد ريحته وحشة بعد شوية مش هتحس بالريحة ديت لأنك آلفتها. هي الأفكار، الأفكار كده بالظبط. كثرة سماع الباطل بتموت إنكارك ليه. فاحذر من جليس السوء، وبالذات بقى إيه جليس السوء الفكري، سواء كان صاحب أو كتاب أو فيديو أو أي حاجة أو موبايل، أي شوف أي حاجة. ابعد عن هذه عن هؤلاء الخلطاء بالباطل. وبرضه عايزين نحذر من غرور يا جماعة، الغرور وبالذات غرور العقل بقى. ما تقولش انا متعلم وانا مثقف وانا دارس وانا ومحدش هيضحك عليا. لا يا اخي، لا يا اخي، اتقي الله في نفسك. اتقي الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. ده فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كاد ان يميل لكلامهم، فمن نحن حتى نأمن على عقولنا؟ فاتق الله يا اخي، اتق الله. اخطر سم للعقل هو الهوى. اخطر سم للعقل هو لما تكون عايز الحرام، عقلك هيخترع لك الف دليل، بل ملايين الدلائل عشان يخليه حلال ويسميه يعني ايه فكر وتنوير. خدت بالك انت؟ وهو في الحقيقة ظلام وتزوير.
زي ما بيقولوا كده، حلوة حلوة على بعضيها يعني. يعني عايز اقول لك يعني انتقي جليسك، زي ما بتنقي صحابك، او بلاش صحابك، يعني زي ما بتنقي صاحبك نقي كتابك والفيديو وجليسك، وكل ما هو قريب منك نقيه، لأن العقل إناء، وكل إناء ينضح بما فيه. فما ما تملاش عقلك بقذورات الفكر وبقذرات الأفكار، لا، لأن كل اللي جواك هو هينضح. خلي انت بقى اللي جواك الأسفنجة، يعني زي ما اقول لك لا تكن أسفنجة للباطل، لا تكن أسفنجة للباطل، كن أسفنجة للصلاح، كن أسفنجة للسنة، كن أسفنجة للقرآن، كن أسفنجة لدينك. أسأل الله عز وجل لنا ولكم كذلك. فزي ما بقول لك يا أخي، انتقي جليسك، وعايزك برضو يكون عندك عزة كده، عزة بالوحي، عزة بالقرآن، عزة بالسنة، وتعلم القرآن والسنة، تعلمهم. أمر إنك تتعلم القرآن والسنة هذا يجعلك أسفنجة لدينك، هذا يجعلك أسفنجة لدينك، تنضح بما في داخلك من السنة ومن القرآن ومن الأقوال ومن الكلم الطيب الذي يعني ستدعو به من كان على غير الإسلام. كن أسفنجة لدينك بجد والله. فخلي عندنا كده اعتزاز بالوحي. الفرح الحقيقي يكون بالقرآن والسنة، اللي بيستوحش من كلام ربنا وبينشرح صدره لكلام الفلاسفة والمفكرين والليبراليين والديمقراطيين، ده عنده خلل كبير أوي في إيمانه صدقني. ولو سمعني دلوقتي يا ابني راجع نفسك والله. أمر إنك تستمع لغير القرآن ولغير السنة وتحس بانشراح الصدر، وأول ما تسمع القرآن والسنة تحس بغلق الصدر وكأن قلبك صعد إلى السماء، فراجع نفسك، راجع نفسك، لأن عندك خلل كبير جدا في إيمانك، وأخشى عليك أن تتفاجأ بذلك في قبرك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم مسك الختام يا رب العالمين. وعندنا برضو محور كويس جدا عايزين نتكلم فيه، وبعد كده هنختم خلاص، أنا كده كده خلصت. ولكن عايز أقول لك ما تحاولش تفكر وأنت ما عندكش علم، ما تحاولش تشغل دماغك من الآخر كده وأنت ما عندكش علم اللي أنت تشغل بيه دماغك، ما عندكش البنزين اللي أنت تشغل بيه. الفكر من غير علم زي اللي بيعوم في بحر هائج وهو ما بيعرفش يعوم أصلا، واخد بالك؟ هيغرق، لا محالة هيغرق. فالخاتمة يا أهلي وناسي ويا إخوتي ويا أصحابي، ربنا جعل لنا عينين عشان نبصر بهما، ولسان عشان نعبر بيه، بس جعل لنا وحي عشان يضبط الاتنين. هو دوت بقى يعني تشبيهي، زي ما بقول لك كده تشبيهي والله. هو يعني القرآن والسنة هو المياه التي ستغطس فيها لكي الأسفنجة التي تبعك تمتلئ به، تمتلئ به، تمتلئ من القرآن وتمتلئ من السنة وتمتلئ من العلم وتمتلئ من الحفظ وتمتلئ، فهذا يجعلك داعي إلى هذه المياه العذبة، هذه المياه النقية. فيجب علينا أن نكون أسفنج لديننا. فكما قلت هو اللي هيضبط الاتنين، الوحي هو اللي هيضبط الاتنين، اللسان والعينين. ف يعني نضرب مثال برضو، اللي بيشيل شجرة يا جماعة من طريق الناس، والله بجد سبحان الله، اللي بيشيل شجرة من طريق الناس بيدخل الجنة، فما بالك باللي بيشيل فكرة ضالة من عقل الإنسان. فاجعل نفسك أسفنج لكي تزيل الباطل من عقول الناس. فحافظوا على عقولكم فهي أمانة الله عز وجل أعطاها لكم. كان معكم يوسف خالد، وبس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.